ستوري تايم اما بابا ما كانش عاوز يجيب لي ايفون. القصه دي علمتني واحد من اهم الدروس في حياتي. في اواخر 2022 او 2023 انا كنت عايز ابدا صناعه محتوى جدا، وكنت حاسس ان عندي حاجه ممكن افيد بيها الناس. فقلت ليه لا استثمر واجيب ايفون، اللي هو الايفون ده، عشان تكون الكواليتي لذيذه وابدا بيه صناعه محتوى واحده واحده. بس انا وبابا عندنا مبدا كده ماشيين بيه، ان احنا مش بنجيب حاجه عشان منظره ولا عشان نبان بشكل معين. الحمد لله احنا مستوانا المادي كويس، بس لازم اما نجيب حاجه يكون ليها لازمه وفايده فعلا. اول ما قلت لبابا ان انا عايز اجيب ايفون قال لي لا. كنت وقتها انا طالب في الكليه فماليش دخل، وكنت لسه جايب ايباد برقم برضه وقتها. وبابا كان عنده وجهتين نظر، انه فكره السوشيال ميديا دي ممكن تشغلك عن دراستك فتعطلك وانت في طب، والحاجه الثانيه ان هو كان شايف ان قصه السوشيال ميديا دي ملهاش اي لازمه، ولو انت بتحط الفلوس في تليفون في كواليتي نظيفه عشان استثمار فملهاش لازمه. المهم انا قعدت كام شهر اقنع فيه، وكنت مصر جدا انه انا هعرف اعمل حاجه في المكان ده، فبس اديني الزقه الاولى وسيبني. وقتها قلت له انا في اقل من سنه هرجع لك ثمن الايفون ده. والله يا جماعه انا ما كنت عارف السوشيال ميديا ممكن يتجاب من عليها فلوس ازاي. المهم بعد محاولات وزن، وهو شايف ان انا خلاص مؤمن بالموضوع هموت عليه، فقرر انه يجيب لي التليفون ده. وانا اتحطيت في وضع لا احسد عليه، لان انا مش عارف اصلا بيكسبوا فلوس ازاي من عن طريق السوشيال ميديا. في الاخر انا عايز اقدم محتوى يكون نظيف ومفيد للناس. قلت خلاص هبدا اتعلم شويه اساسيات، والاهم اني اعمل محتوى فعلا كويس. وفضلت احاول في فكره، في اتنين، في تلاته، لحد والله العظيم يا جماعه بعد 4 شهور بس لقيت في شركه بعتالي وقالت لي انها عايزه تعمل اعلان معايا بنفس الثمن اللي جبت فيه التليفون وقتها. انا حسيت ان في حاجه غلط. او فكره اول حاجه اخدت الميل اللي هم باعتينه وطلعت على اخويا اللي هو بروجرامر، وقلت له اهم حاجه اتاكد لي ان دول مش نصابين وعاوزين يسرقوا الاكونت. وكل الموضوع ما كنتش مصدق. خلصنا الفيديو وهو كان حاجه ليها علاقه بالدراسه، فكان برضو حاجه مفيده في نفس الاتجاه، وطلعت وده كله مش مصدق لحد ما بعت لهم الحساب بتاعي وحولوا الفلوس. اول حاجه طبعا اخدت الفلوس ورحت لبابا قلت له ده الفون اللي انا قلت لك هجيب لك فلوسه بعد سنه في اقل من 4 شهور، ادي فلوسه اهي. ساعتها اتعلمت درس مهم قوي، انك لو بجد مصدق في حاجه ومؤمن بيها روح وحاول، وتاكد ان ربنا هيساعدك. سواء يسر لك في الحاجه دي فبقى ليك من وراها رزق وخير كبير، او حتى منعك عنها، فعلى الاقل مش هتبقى خسرت انك حاولت. ما تندمش في المستقبل انك ما عملتش الحاجه دي. بصراحه من ساعتها بقيت واخد وضعي في البيت شويتين، وبابا بقى يثق في الكلام بتاعي.